وعشان اقول لك لازم تفكر قبل ما تسكرول، فخليني اقول لك الاول هو ازاي الانسان بيفكر عموما. التفكير بيحصل في 4 مراحل او 4 طبقات. الطبقات دي كل طبقه بتنقل للتانيه، او كل طبقه بتسلم التانيه. يعني اول حاجه التفكير المتسرع، واللي مصدره الغريزه او التعود او التجارب القديمه. زي مثلا لما يجي لك نوتيفيكيشن ان في فيديو جديد نزل للكونتنت كريتور المفضل بالنسبه لك، على طول ايدك بتسبقك وتضغط وتخش تشوفها على طول. دي لحد ما تعود وتجربة اتكررت كتير، فبقت تفكير تلقائي، بقت تفكير غريزي. 2، التفكير العاطفي، هو تفكير العاطفة بتغلب فيه عن العقل، فزي ان قدرات التحليل بتاعة العقل بتقف، العقل بيكون متسائل من المشاعر. زي انك لما تحب شخص بتشوف عيوبه اقل، او زي انك لما بتكره فكرة بتفضل رافضها مهما كانت هي صح، مهما كانت هي منطقية، لمجرد بس ان انت رافضها. 3، او المرحلة الثالثة، الطبقة الثالثة، هو التفكير الواعي او التفكير التحليلي، وهو تفكير الانسان فيه بيكون بيحسب، بيحلل، بيقارن وبيسأل. وطبعا التفكير ده هو ابطأ من التفكير المتسرع وادق من التفكير العاطفي. 4، التفكير الفلسفي او التفكير التأملي او التفكير العميق، فده بقى البوس ليفل، اعلى مستوى. وده المستوى اللي بيكتر فيه سؤالك لنفسك على الفاضيه قبل المليانه. والتفكير ده اللي بيصنع الحكمه وبيكون لك وعيك بذاتك، فتعرف نفسك بجد.